المايسترو الشيبان ولا الاعلام الريف في الموسيقى ولا في الموسيقى العصريه ولا ما تيديروش هادشي خصنا هذا هو داك الشوفه الدونيه اللي تيمكن انا ضدها. الموضوع خصو يكون مقنن وعلى مستوى الوزاره وعلى مستوى الدوله. صحيح اننا نحن نكرم يوميا، صدقني في حفلاتنا نتكلم عليه، لكن غير كافي. يعني الا ما خداش جائزه الدوله التقديريه في حياته فلنعطيها له فيما ماتوا. وهنا انا تنتمنى انه نصحاو شويه من القلبه في اذاعتنا وتلفزيوناتنا، خاصه الرسميين، ماشي الحرين، اللي حنا الحر المؤسسه الحره خاصها تعتمد على السبونسور، والسبونسور تيحط ذوقه. ولكن المؤسسات العموميه بحال القناه الاولى بحال وزاره الثقافه بحال خاصنا نكرموا هاد الناس، ما نمشيوش وراء لا ندير شي عمل اللي غادي يشوفوه العدد ما بلا ما يشوفني العدد. انا تنرسخ هويه، ومنها تكريم السهوم، ومنها تكريم رويشه، ومنها تكريم المايسترو الشيبان، ومنها تكريم الرئيس الحجر، كريم الرئيس ديال الآلة الأندلسية وقنون وقلعة مكونة والحساني هادشي ما خصنا نديرو. والا راه بلا ثقافه ما كاينش العمود الفقري. هذا نظري مهم جدا. شكرا سيدي ادريس، تحياتي لك. الاخت لطيفه. شكرا اساتذه الفن، شكرا على شكرا لطيفه. مرحبا. مساء النور. مرحبا الاخت. اهلا وسهلا لطيفه. استاذ نعمان، شكرا. نحتفل بك هذه الامسيه مع الدكتور ابرنوس للاستدعاء. سعداء جدا بهذه الامسيه الجميله. عندي سؤال استاذ. قلت قبيله انك تبحث عن الهويه لا الشهره في البحث عن الجوده. حاليا اغلب المغنيين من الجيل الحالي يبحثون عن الشهره السريعه. هل تخليهم عن الهويه هو الذي انتج لنا هذا الكم من الاغاني الرديئه، اذا صح القول؟ وشكرا. لا لطيفه، واخا نجاوبك. لطيفه، اظن انه هذا الموضوع اللي تكلمتي عليه هو موضوع كوني، اللي هو صناعه التفاهه. لا يقتصر على المغربي فقط. صناعه التفاهه في الموسيقى وفي المسرح وفي الاعلام وفي اشياء كثيره وفي التمثيل وفي اشياء كثيره، غير الثقافه ديالنا. هناك ناس يمشيوا ضد التيار، وهناك بالطبع فنانين كبار نعتزوا بهم من عادوا من لي جون. غادي تلقى واحد المجموعه زوينين. انا دابا عاد هضرنا على اسماء المنور مثلا، راقيه جدا، وهي في الكونتمبوران، وهي موجوده في مواقع، ولكن مثلا هذا غير مثال. وكاين ناس كثير يعني اسماء اخرى. اما هذيك الاخرين اللي تتهضر عليهم، هو اصلا ما مسوق لا الفن لا والو. تقول لك انا باغي ندير فلوس، ندير تيك توك ونربح فلوس. فمشى لاتجاه اخر سميتو الترفيه. ولكن هي المنظومه ديال التفاهه مقصوده، انا في نظري مقصوده كونيا، انه نغرقوا الشعوب في التفاهه، وبالتالي ما توعاش، وخاصه ما توعاش بقيمه حضارتها. خاصه البلدان اللي عندهم واحد الاصول العميقه في الثقافه وفي الحضاره، وفي بحال المغرب مثلا تحاول تضرب في كل شيء يقول لك لا اجي نديروا شي حاجه تنتشابهوا. لا خويا ما نتشابهوش، انت بوحدك وانا بوحدي، وكل واحد يعبر. انا ما تنشبهلكش في الماكله وما تنشبهلك، حنا خوت على راسي، ولكن انا ما تنشبهلكش في الماكله، ما تنشبهلكش في العمران، ما تنشبهلكش في الموسيقى، وانت عاوتاني ما خصكش تشبه لي. وهذه هي الثقافه. حنا تنحاولوا نديروا ما يسمى بالقريه العالميه الصغيره، وهذا خطر على الثقافات وعلى الحضارات. ما عرفتش واش سعيد متفق معايا ولا لا. لا، متفق معك جدا استاذ نعمان. لاله لطيفه، شكرا بزاف، الله يحفظك. تحياتي لك وتحياتي لناس فاس. الاخت لطيفه باسم فاس كان حاضره معنا في المشاركه. شكرا، وسعيد ان السي الحلو من مدينه فاس ينتمي الى هذه المدينه الجميله. الله يحفظك اختي الكريمه، شكرا لك، وتحيه لكل مشاهدينا في المغرب. بارك الله فيك استاذ، شكرا. امسيه سعيده. شكرا. دابا ختامه مسك مع واحد الدره من الدرر ديال الثقافه وديال الفن وديال الفلسفه والفكر. استاذ دكتور رجل وكفى. غادي نخليكم تفاعلوا مع بعضياتكم. انا غادي نضرب الطم. غنخلي الدكتور رجل وكفى يتفاعل مع الفنان الانيق والرائع نعمان الحلو. سيدي رجل وكفى، مرحبا خويا. مرحبا سيدي سعيد، الله يحفظك. شكرا. من يدل على الكرام كريم. الله يعطيك الخير، وشكرا على هذه الفرصه.
وشكرا مساء الخير دكتور. لكبير. مساء الخير دكتور. الخير مساء الخير أستاذي العزيز، فناننا الكبير، يحفظك. القيمة الوطنية. الله يحفظك. أنت مش الله غير يطول عمرك. فنان سيدي، معناه أنت قيمة وطنية، أنت من عناصر إجماع المغاربة، خصك تعرفها. مرحبا بك. الله يبارك. هذا التشريف، هذا التشريف ماشي هو كي تيقولوا تكليف ماشي تشريف، راك تعرف. الله يعزك. راه بيننا أصدقاء كثر في الواقع سيدي نعمان، على رأسهم أستاذنا حسن القدميري، الله يطول عمره. هذاك أستاذي وأستاذ المغاربة في اللحن. الله يحفظه وعاد كنا في التكريم ديالو مؤخرا، الله يحفظه. حياك. أنا راه كنت تما لعلنا تشوفنا. مرحبا. وطبعا السي خالد بالهيبه واصدقائنا كلهم لعلك تتطرق. هذاك العود هذا ديالو هذا ديال سمير. بنشوف. لا هذا عود ديال الله يرحمه، ديال عبد الله مريد. الله راه عندي عود ديالو سيدي نعمان، انا عندي ديال خالد واحد. مي خالد بالهيبه كان ما بقاش عندي عود، كان عندي عود ديالو. مشيت في زياره لواشنطن وهديته لواحد الصحفي تيهز في الموسيقى كبير سميتو محمد سعيد الوفي صديقي. رغبني عليه قلت له وي ما تعاودش، خليت العود بالشنطه ديالو ورجعت للمغرب خالي الوفاض، ولكن يستاهل. ودابا المشكله الا بغيتي عود عند خالد خصك تستنى 5 سنين. قال لي يا عبد الوهاب دكا لي شي مره، قال له صوب لي عود شي 14 عام من بعد، قال له راه واحد العود ديالك وجد. هو تيخدم بواحد الكانه بشكل. لا ولكن انا عندي عواد عجيبه. عندي مثلا خليك معنا شي عواد. عندي اون سول بياس او موند. مثلا هذا انا جبتو لك با سعيد، انا جبتو لك هذا العود. هذا سي اون سول بياس. هذا الكتريك اللي تيصوبو موسيقي ومهندس في نونت، في مدينه نونت في فرنسا. عجيب. بياس اونيك هالف مون، تيتسمى هالف مون او نصف القمر. وعندي واحد اخر ديمونطابل سيدي نعمان، ديمونطابل هذا. ها هو غنجبد لك الديمونطابل. اللي ديمونطابل هو هذا ديمونطابل. الله هذا الصفر واقيلا. تنركبوا له الحديد وتنركبوا له الحديدات ديالو باش يعطي شكل العود. ولكن في السفر تنديرو في الباليزه ديالي وتنسافر به. ما حليتي المشكله سيدي نعمان. اون سول بياس خشبه وحده محفوره. مانيفيك. خشبه وحده كلها محفوره. نتصاوب هذا سيدي نعمان. ايضا صوبوا لي هذا الانجينيور اللي في نونت في فرنسا. وبالطبع عندي ديال تركيا وعندي ديال المغرب وعندي واحد هو عجيب. انا تشوفوا عود هذا عنده واحد القصه. هذا صوبته ثاني انا جاي. هذا عود تيبان لك عادي. هو صوبته في مصر، وملي عطيتو الحسابات في مصر قال لي ما يطلعش، ما يمكنش، لان انا طلبت له اصغر عود ممكن. لكن ما قصه صحيحه. شحال تقريبا في الزين؟ شحال في الزين فيه تقريبا؟ قل من شهر. يكون شي 18. عمري ما عبرته، ولكن المهم صغير جدا. وقال لي ما يطلعش الحساب ديالو. قلت له علاش ما يطلعش؟ قال لي غادي يطلع في هنايا. الزناد ديالو غادي يطلع عوج. قلت له ماشي مشكل. كيداير الصوت ديالو سيدي نعمان؟ الصوت ديالو كيداير؟ لا الصوت ديالو ماشي مهم بزاف، لانه والمهم نكمل القصه ديالو. ومن بعد خديته وجبته لخالد المعلم بالهيبه، وقلت له تبدل لي الوجه كامل وغادي يبان ولكن المقامات تكون صحيحه. هذا ما تهمنيش الصوت ديالو يكون كبير، لان هذا صغير يمكن يكون معايا في سفرياتي فوق الفراش ديالي فين حتى الناس. اللي تهمني هو يعطيني المقاسات جوست. مين نسمعك فيه شي حاجه واش نسوي بعدا ولا لا؟ تنستعملو بزاف في الالحان. والله ما ليش انت ما اللي تيهمني فيه هو ان مقاساته صحيحه جدا. عجيب. مثلا انا الحفلات ديالي اللي تندير كلهم تيكونوا في مسارح كبرى.
بالتالي تنخدم بعود الكتريك. نعم طبعا لان الصوت خصو يعني ماشي جلسات اللي غادي نبغي. عندي اعواد طبعا، عندي اعواد ودازو عندي اعواد كثيره. كنت نقلب على الصوت، على الجبح يكون كبير. كان عندي عود ديال القاسبجي، كان عندي عود ديال فاضل، كان عندي عود ديال فاس ديال واحد السيد كان تيجربهم في فاس مجموعين. ولكن انا اللي تيهمني في العود ماشي الصوت، تيهمني مقاسات وتكون صحيحه، تعطيك داك الخلجات الصغيره، الكومات تقدر توصل لها بالعود. هما اللي تيهمني في الله يعطيك الصحة. ولكن ما شاء الله عندنا اساتذه كبار، عندنا اساتذه الله يوفقك. سعيد الشرايبي الله يرحمه، مدرسه كونيه الله في العود وفي صناعته، في العود في العزف وفي الصناعه ديالو. صحيح. الخير اللي عنده على صناعة العود في المغرب كبير حقيقة. هي هذه. أنا بغيت نقول كلمة سيدي نعمان. تفضل دكتوري العزيز. العفو. هو في العادة الناس كينتبهوا في الفنان فقط إلى عناصر فنية ظاهرة، مثلا هل عنده الصوت كذا، هل عنده صوت قوي ولا لا، هل عنده حضور، هل وراه واحد الصف حولوا إلى نجم أم لا. ولكن لا ينتبهون إلى شيء هو أكثر ندرة من كل هذا، هو الفنان المثقف، الفنان اللي كيف تقول المصريين يعيب على روحه. يعني ماشي جا صدفة، ماشي غير لأنه فنان اللي عنده غير صوت. في الحقيقة الفضل الطبيعة ليس له. في نعمان كاين الصوت كاين ما بقيناش نسمعوك سعيد. دكتور وقف الصوت رجل وكفى الصوت بحال غاب. يبدو انه فقد الكونيكسيون. استاذي المهم انا فهمت التدخل ديالو صحيح. غير هي دابا اليوم ما بقيناش دكتور الكريم، الصوت هو جزء، الموسيقى كلها هي غير جزء. يعني نقدر نقول بانه تفضل دكتور. عفوا رجعت. تفضل العتب على هاد الجوندغ الغريبين. ما عرفتش من كلمه وقفت سيدي سعيد. وقفتي لما قلتي بانه هي زعما منظومه، يعني المثقف، الفنان المثقف ماشي فقط الصوت. لا استاذ نعمان هو واحد الفنان تعبان على روحه اللي تقول المصريين، ولا هو ثقافه كبيره. انا نعقل على واحد البرنامج مهم كان كيدوز في التلفازه اللي كيقدم فيه الالوان الموسيقيه المغربيه وحتى الغربيه. تذكروها سيدي نعمان اكيد. الذي كان سميتو الموسيقى للجميع، القناه الاولى كان. فبالتالي هو ماشي فنان نقولوا فطري او تلقائي، لا هو واحد المدرسه خدمه راه سنوات ديال المراكمه. الحاجه الثانيه اللي ميزه ديال السي نعمان انه مغربي قح، وتنلح على ديك القاف وعلى ديك الحاء. يعني هو لا اتشرف لا يمجمج في هذا الامر. وانا حضرت له في مواقف كثيره اللي غامر فيها باراء لا مجمجه فيها في هذا الاتجاه. استاذ نعمان فنان مغربي قح. الحاجه الثالثه والاخيره، وبغيت نعطف بواحد السؤال شويه بحال فكاهي، هو انه تيقدم واحد الفن من اصعب ما يكون، هو داك السهل الممتنع. دابا الا سمعتي للشاون، سمعتي المدينه القديمه، سمعتي كيفاش ديورها كيجيب لك الله ما كيعرفش الموسيقى ان داك الشيء بحال كتعرفو بحال سهل، ولكن راه الصعوبه ديالو هو فاش يبين لك بانك بحال كتعرفو بحال سهل. ما فين كاينه الخدمه. داكشي علاش كيتحفظ دغيا. فهو ماشي هو سهل غير ظاهرا، لكن في العمق الموسيقيين تيعرفوا شحال ديال التماره تما، شحال ديال الخدمه، واش عرفت شنو هي باش تحول. واش عقلتي على ذاك الدار فاش في المدينه القديمه كيفاش تبني هذه الجمله هكذا بحال كتسرد كلام وانت كتقدم اغنيه. شيء انا بالنسبه لي شيء استثنائي، وهذه خصني نقولها. وبغيت نكمل بواحد السؤال ونسكت، لان
سينو ما غاديش لا نقول شي. مرحبا، لا تدخلك شرفني ويشرفنا. الله يعطيك الخير يا سيدي يا نعمان. هي السؤال باش شويه فكاهي، باش حسيتي واحد النهار منين لقيتي واحد الاغنيه ديالك وهي في الحقيقه ديالنا لان كانت من وجداننا نسمعوها وهي ماشي ديالنا يعني بحال شي كتقرا راسك، كتكون بغيتي تسمع شي واحد اخر تلقى راسك كتقرا راسك وانت عند بالك راه كتسمع شي واحد اخر. باش حسيتي بديك اللحظه؟ اكيد انها كانت شي حاجه لان هي مضحكه في الظاهر، ولكن بغيتك انت شخصيا باش حسيتي. نشرح لكم. هي هذا الموضوع هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول هي عمليه سطو على الاغنيه وتغيير كلماتها، كلمه واحده من الشفشاون الى الجزائر، ولات نفس الاغنيه يا الجزائر يا نوار. الاول استغربت كيف لشيء كهذا ان يبث ونحن ننتمي الى مكاتب كونيه ديال حقوق المؤلفين، كيف سمحوا هذا؟ ومن بعد اكتشفت بانه هذاك السيد اللي خدا الاغنيه المكتب ديالهم لا ينتمي الى اي منظمه دوليه في حقوق المؤلفين. ولكن في عز هذا الموضوع واتصلوا بي مجموعه المحاميين ورفعوا دعوات وداك الشيء وداك الهضره كلها، اتصل بي المطرب ذاته قال لي انا هو محمد لامين اللي غنيت لك الاغنيه، انا ساكن في فرنسا وبغيت نجي نشوفك. قلت له مرحبا. جاو درنا واحد النقاش واكتشفت انه كان زارني من قبل، سنوات من قبل، لانه هو معجب بيا وهما عندهم في تقاليدهم وفي ثقافتهم انه يمكن له ياخذ لك. هو الشاب حسني الله يرحمه كان رائع، ولكن تياخذ الاغاني ديال كل شيء ويعاودها. هو بالنسبه ليه نوع من التكريم، هذه نيته انا تاكدت منها. ولكن الاختلاف هو كيف بين انه ياخذها مطرب ويصحح الوضع وبين انها تاخذها دوله وتحطها في افتتاح الالعاب الاولمبيه. هنا ولا المشكل. ضحكت في الاخير لانه ما عنديش آلية المتابعة القانونية ولا وقتها، وإلا غادي نبقى عايش في المحاكم، وهما ما تنتميو حتى لمنظمة دولية في حقوق المؤلفين خلاف المغرب. وثانيا لأن هذه الأغنية مسجلة في اسمي في كل أنحاء العالم باسمي كلمة والحانا، شعرا ولحنا. عادي هذا هو جوابي. الله يعطيك الخير. انا ما بغيتش نطول بوجه الكلمه، انما كيف قلت لك السي نعمان انت راه عندنا قيمه وطنيه ماشي فقط فنان. تحياتي وشكرا سيدي سعيد. شكرا دكتور. شكرا دكتور عزيز. الرجل انيق، شكرا بزاف. الله يعطيك، الله يكبر بك. غير غادي ناخذ منكم وعده استاذي والفنان الحبيب العزيز الغالي. غادي كل شيء راه كيطلب الاغنيه اللي غنساليو بها اللقاء غتكون بلاديه زينة البلدان. قبل ذلك دعنا نسمع المداخله ولا السؤال ديال الاخ رشيد غالمي باختصار. سيدي رشيد الله يحفظك والله يكبر بك ومرحبا بك الحبيب. شكرا اخي سعيد على هذه المساحه وبحضور قامه من القامات الوطنيه المغربيه الاستاذ نعمان الحلو. مرحبا اخي رشيد، مرحبا بك. قبل ان ابدا مداخلتي اطلب من الاستاذ نعمان الحلو ان يتقبل حلمي وان يتقبل شغبي الجميل. مرحبا. سأبدأ مداخلتي بأغنية أمان عليك يا مركب، وسأستسمح منك وأطلب منك أن أستعير كلمة مركب وأبدلها بكلمة حافلة، وهي ليست حافلة ككل الحافلات بل هي كرفان، ونحن نعرف أن الكرفان بيت صغير متنقل. هذا له تفسير واحد، لأن الأستاذ نعمان الحلو أغانيه وخالداته تسكن معنا وتسكن في وجداننا، وهو يسكن معنا ونحن نسكن معه. وسأطلب من الأستاذ نعمان الحلو أن أركب بجانبه وأن يقلني في رحلة عبر شفشاونيا النوارة، عبر تافلالت، عبر بني ملال، إلى أن نصل إلى زاغورة. وهنا سأطلب منه التوقف وأن ننزل أمام لوحة زيتية رائعة. السؤال هنا وليس سؤال، أن الاستخلاص من أغنية زاغورة ومن فيديو كليب زاغورة بالنسبة لي هو أن الأستاذ نعمان الحلو أراد أن يعطينا درسا للمرأة المغربية كقيمة في شخص المخرجة فاطمة بوبكدي. هذا هو الدرس الذي استخلصته من الأستاذ نعمان الحلو.
وهنا أستودعك أن تركب في المسير، لأنك حتما ستجوب أغانيك، ستشنف أسماعنا بوجدة والدار البيضاء ومكناس. سننتظر ذلك. وجدة كاينه ومصوره جميله، تلقاها موجوده صوب زادي واحد العامين او 3 سنين. وجدة حتما سننتظر ذلك، لأن رحلتك لن تقف. فمهما اكتملت ربوع وطننا الحبيب، حتما ستمر إلى الساحات والمداشر والحواري. ولن تنتهي، لأن الذي غنى لطارق بن زياد وغنى للسيدة الحرة وغنى لمولاي علي بن راشد حتما سيغني لعبد الكريم الخطابي، وحتما سيغني للزرقطوي. موجود عبد الكريم الخطابي، والله موجوده الاغنيه وجده، خصها غير تسجل. وحتما سيغني لعسوب اسلام، وحتما سيغني لمحمد الزياني. سأتركك في المسير، لأن رحلتك لن يوقفها أحد، ولن يوقفها سد أو مانع، لأن لوحة ترقيم حافلتك ليس بها أرقام أو حروف، فهي لوحة مكتوب فيها تمغربيت. ربي يحفظك خويا رشيد. في انتظار ذلك، وإن كان للعمر بقية، سننتظر أن تشنف أسماعنا بخالدات رائعات. سنكون سعداء، سنموت كما لا يموت أحد، لأننا أبناء هذا البلد، لأننا أبناء المغرب الحبيب، لأننا أبناء المملكة المغربية الشريفة. وشكرا أستاذ نعمان الحلو. شكرا سيدي رشيد. مرحبا أخي، شكرا لكلامك الجميل. سيدي رشيد راه من الممارسين الفن المسرحي، وحتى التشخيص هو وجه تلفزيوني. فنان باين لما تقول باين ما شاء الله. يعني انا رايته من غير ان اراه، رايت روحه. سيدي نعمان، شنو نقول لك؟ مشكور جدا. انا قبل ما نقول الكلمه الاخيره ديالي دابا، انا كنشوف التعليقات تقريبا من اللي بدا هذا اللقاء، وهما كيلتمسوا منكم اغنيه بلاديه. بغيتي بلادي نغنيوها، لانه كان شفت بزاف ديال الطلبات ما غاديش يمكن نلبيهم كاملين. لا غير، ولكن هنا غادي نقول بانه انا تنتساين غير وتنحييك يا سيدي سعيد، لانك انت من الاوائل اللي وقفتيو في الصف الدفاع الاول على هويه هذا المغرب في مناحي اخرى. هذا الشيء غيديني للتيك توك، تنساين غير الامور تقد شويه، وتنظن غتقد لانه بدات تتنقى شويه، وربما يكون عندي لقاءات ونغني فيها بعودي هاد الاغاني كامله اللي طلبوها عندي الكثير وفي جعبتي، سواء في الاغاني او في القصص اللي عندها علاقه بحيواتي وحيوات الفنانين المغاربه وفي الهويه ديالهم. دابا غنكتفيو باغنيه وحده دابا، لان من بعد خصني نمشي، اللي هي قلتي الاغلبيه مشاو للبلاديه كاسدي سعد. اغلبيه تقريبا نقولوا 80%. بلادي يا قرة العيان والشمس ضوات عليها، عروسة ما بين الشطآن وتغني الجبال عليها. بلادي يا قرة العيان والشمس ضوات عليها، عروسة ما بين الشطآن وتغني الجبال عليها. اللي هارب من الحزان زور بلادنا تكشافة، زور بلادنا تكشافة، ويعاود والإنسان واللي شرب ما يتعافى، واللي شرب ما يتعافى. بلادنا يا دار السلوان، بلادنا يا دار السلوان، بلادنا يا دار السلوان، يا شربة من نبع الصفا. بلادي يا زينة يا جنة عن حرب الشوق، يا أرض كريمة بضيافة وجمالها ناطق بحروب. شكرا بزاف سيدي نعمان، ربي يحفظك. شكرا لك، شكرا لك على اولا قبولكم الدعوه، ثانيا على هذا اللقاء كان خصو يكون شحال هذه هضرنا فيه واحد كتاب كتاب، ولكن كتاب بواحد الطريقه جميله جدا، خاصه امام هذا الاحتضان سبحان الله، لا على مستوى العدد ولا على مستوى الكيف، والاخوان والاخوات اللي معنا. نشكرك اخويا لانك
قاسمتيني مع جمهورك، فتنشكرك وتنشكرهم كاملين. هو راه ماشي جمهوري، هو راه تقريبا 99% من المحبين ديالك، باش من انا غير ما بغيتش نقول 100% باش ما انا قال لك لا 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 انا جمهوركم ايضا، لا لا واكيد جمهوركم اكبر بكثير من الجمهور ديالي، انا متاكد من ذلك. المهم السمعه ديالكم انا كنت سعيد. الله يحفظك الحبيب، الله يحفظك. كلمه اخيره سيدي كنت نعمان. سعيد باللقاء معك. كلمه اخيره. كلمة أخيرة، نحن كمغاربة نمشي في طريق صحيح، مازال هناك أشياء كثيرة غير راضيين عليها بدون شك. المغاربة ما عندهمش لي طابو ملي تيكون عندهم شي مشكل تيمشيو وتيتكلموا عليه، ولكن نمشي في خطى سليمة جدا. تذكرني تجربة المغرب اليوم تجربة خاطئة من قبل ماليزيا وسنغافور وتركيا. فلنحتفظ على هذه الوحدة، على هذا الحب بين كل مكونات المغربي من شماله لجنوبه لشرقه لغربه في بوتقة واحدة سميتها الهوية المغربية. ربي يحمدكم. شكرا استاذي، تحياتي لك. ونعتذر الى اخذنا لك من وقتك مع الالتزام، فابلغ تعازينا الصديق ديالك، ابلغ له تعازي. يوصل اخي الكريم. شكرا ربي يحفظكم، مع السلامه.